من هو ربك؟ ربي الله الذي خلقني وخلق العالمين جميعا. من هو نبيك؟ نبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء. نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. ما هو دينك؟ ديني الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ما هو كتابك؟ كتابنا هو القرآن الكريم. ما هو القرآن؟ القرآن كلام الله تعالى المتعبد بتلاوته، سمعه جبريل من الله تعالى، ثم بلغه جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. ما معنى التوحيد؟ لا معبود بحق إلا الله. وما هي أقسام التوحيد؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ خلقنا الله عز وجل لعبادته وحده وعدم الإشراك به. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أين يأخذ المسلم عقيدته؟ من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كم عدد أركان الإسلام وما هي؟ أركان الإسلام 5. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. كم عدد مراتب الدين وما هي؟ مراتب الدين 3: الإسلام، الإيمان، الإحسان. ما معنى الإيمان؟ التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كم عدد أركان الإيمان وما هي؟ أركان الإيمان 6، وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم أحسنت. ما هو الإحسان؟ الإحسان هو عبادة الله بقلب حاضر وخاشع مع استشعار مراقبته، فيعبد المسلم الله تعالى كأنه يراه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي أعلى مراتب الدين. نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. ما هو عمود